الناس اللي بتحب الزلابية قوي قوي زي كده بجد، لو ما جربتوش المكان ده قبل كده فانا عايزه اقول لكم ان انتوا فايتكم كتير جدا. ولما هتجربوه بجد مش هتقدروا تاكلوا زلابية من اي مكان تاني بره. ولو نفسكم في الزلابية واضطريتوا تاكلوا من اي مكان تاني هتلفوا تلفوا وترجعوا له زي ما انا بعمل بالظبط. انا لما بيبقى نفسي في الزلابية بستنى يا اما لما بكون معدية من عنده، او عادي جدا ان انا اروح له مخصوص لان هو بجد يستاهل. ليه بقى؟ لان هو عنده احلى زلابية وانضف زلابية وارخص زلابية. زي ما انتم شايفين قدامكم كده الطاسه نضيفه جدا، الزيت نضيف، بيلبس جلافز وهو بيحط ايده في العجينه علشان يعمل الزلابيه. غير بقى ان الزلابيه نفسها خطيره بجد. يعني مقرمشه كده من بره وطريه من جوه وهشه جدا ومش شاربه زيت نهائي. طبعا عنده كل الفليفر، عنده شوكولاته دارك وعنده شوكولاته وايت وكمان عنده صوص لوتس. وطبعا السكر البودر ده اساسي والعسل. كل واحد بقى بيختار اللي هو عايزه. والخامات بتاعه الفليفر اللي هو بيحطها طعمها حلو جدا مش رزيق نهائي. وكمان بقى ايه بيتوصى قوي قوي بالصوص اللي هو بيحطه، يعني ايده فرطه كده زي ما بيقولوا. زي ما انتم شايفين قدامكم كده، مش بخيل نهائي. وكمان بقى الكميه بالنسبه للسعر بجد مفيش وجه مقارنه نهائي. الكميه كتيره كتيره بحق ربنا. انا كنت طالبه الطبق اللي هو الوسط، وبالنسبه لي كان كبير جدا. ومقارنة بالسعر يعتبر المفروض يكون بصراحة بصراحة يعني أغلى من كده. بس ده مش معناه إن هو يغلي، لا أنا بقول يعني حق ربنا بصراحة. لأن أنا أكلت من أماكن تانية كتير الكمية أقل والفليفر اللي بيبقى محطوط أقل كتير جدا، ومش حلوة زي دي وبتبقى أغلى قوي. انا هقول لكم المكان موجود فين بالظبط دلوقتي، مصوره لكم المكان وكمان مصوره لكم الاسعار في المنيو بتاعه. بس الاول عايزاكم تشوفوا كده الشكل من قريب عامل ازاي. بصوا كمية السكر وبصوا كمية الشوكولاتة، ولا الطعم بقى كده حاجة بجد ما اقولكوش. طبعا اهم حاجة ان هي لازم تتاكل سخنة مولعة وهي لسه طالعة من الزيت كده حالا. ودي بقى كده الاسعار زي ما انتم شايفين قدامكم. اعتقد ان الاسعار مفيش ارخص من كده. والمكان ما يتوهش خالص. هو موجود فين؟ موجود في اسكندرية، في كليوباترا الكبيرة، في الدوران بتاع شارع بورسعيد. الشارع ده كده اللي هو على الشمال ده لو جايين من على البحر، واللي في النص ده كده شارع بورسعيد. والشارع التاني اللي على اليمين ده كده لو جايين من على الترام. وفي طبعا حلواني مرزوق هناك، طبعا مشهور جدا للناس اللي ساكنة في